لو معاك 25,000 جنيه تعالى خد لك شقة. آخر تطورات لسكن كل المصريين 7. 25,000 جنيه دي جدية حجز لشقق موجودة في محافظات مصر. هتقولي موجودة فين يعني يا أستاذ محمد؟ أقول لي معاليك موجودة في محافظات الدقهلية، موجودة في محافظة البحيرة. هتقولي طب من المنطقة فين؟ أقول لي معاليك موجودة في شطا، في البرج، في البحيرة ذات نفسها. يعني جدية الحجز دي هتبقى موجودة فعلا واستلم بيها الشقة؟ أقول لي أيوه، وكمان هتستلمها فوري، مش هتستلمها كمان بعد 3 سنين. طب وبعض المحافظات يا أستاذ محمد أقدم فيها بكام؟ بعض المحافظات هيبقى فيها جدية الحجز 50,000 جنيه. طب ودي نازلة فين؟ نازلة في أكتوبر، حدائق العاصمة، عبور الجديدة. طب أنا أي حد جديد ينفع يقدم فيها؟ أقول لك أيوه، وزارة التعمير والإسكان حددت اللي هيتم تقديم أي شقق جديدة لمواطنين اللي لسه ما قدموش في الإعلانات السابقة. يعني اللي كان مقدم في إعلان سكن المصريين 5 هيقدم كمان في سكن المصريين 7، وكمان هياخدوا مواطنين جديد وناس جديدة هتقدم في المشروع. طب المحافظات نازل في 26 محافظة، وكل التشطيبات جاهزة على الاستلام، والاستلام بتاعها بعد 3 سنين. وزي ما قلت لكم الأول اللي فيه محافظات استلام سنتين، وفي جدية الحجز بتاعتها 25، وفي بعض المحافظات 50. تابعونا وتابعونا كل جديد عشان نوافيكم بكل جديد على كل مشاريع التعمير والإسكان واللي التابعة لوزارة التعمير والإسكان. ولو مهتم بمشاريع وزارة التعمير والإسكان اكتب لنا كلمة مهتم في التعليقات، واحنا هنوافيكم بكل جديد على كل المشاريع اللي خاصة بوزارة التعمير والإسكان. كان معكم مستشار محمد يسري، محامي بالاستئناف العالي والجنايات. السلام عليكم.